أحيانا بتحس إن النجاح صعب أو مستحيل، ويمكن يكون عندك حلم وأنت مش عارف هتبدأ إزاي ومنين. الحقيقة إن في ناس كتير بدأت من الصفر، ويمكن كمان من تحت الصفر، ومع ذلك قدرت إنها تغير حياتها تماما وبطرق غير متوقعة. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن أغرب قصص النجاح الحقيقية اللي بدأت من ولا حاجة، لكن أصحابها قدروا يحولوا الصعوبات لفرص، وفي كتير من القصص بمحض الصدفة. القصة الأولى، جان كوم، من لاجئ بينظف محل بقالة لمؤسس واتساب. تخيل إنه مولود في أوكرانيا في بيت ما فيهوش لا كهرباء ولا مياه نظيفة. جان كوم كان طفل فقير، هاجر مع والدته لأمريكا عشان يهربوا من الفقر. أمه كانت بتشتغل عاملة نظافة، وهو كان بيشتغل في محل بقالة عشان يساعدها، لكنه كان عنده شغف بالتكنولوجيا وحاول إنه يتعلم البرمجة لوحده. بعد سنين كبر جان كوم واشتغل في ياهو. بعدها قدم على شغل في فيسبوك لكنه اترفض، وكانت صدمة كبيرة بالنسبة له. لكنه كالعادة ما استسلمش وقرر يصنع حاجة تغير العالم، فأسس واتساب. وبعدها بفترة مين اللي اشتراه؟ فيسبوك ب 19 مليار دولار. يعني الشركة اللي رفضته دفعت له مليارات كتير بعد كده. القصة التانية، كولونيل ساندرز، من إفلاس متكرر لمؤسس KFC. الراجل ده كان عنده أكتر من 60 وظيفة في حياته، وفشل تقريبا في معظمهم. جرب يكون محامي، بائع عطارات، صاحب محطة وقود، وبعد ما وصل لسن ال65 كان شبه مفلس، لكنه ما استسلمش. عمل خلطة الدجاج مميزة ولف على مطاعم كتير يعرضها عليهم، وعايزك تتخيل انه اترفض أكتر من 1000 مرة. وأخيرا في مطعم صغير وافق يجرب الوصفة بتاعته، ومن هنا كانت بداية KFC لحد ما بقت علامة تجارية عالمية. وبعد سنين من الفشل قدر يبيعها بملايين الدولارات وهو عنده 73 سنة. يعني لو كان استسلم وقتها ما كانش هيبقى فيه KFC النهاردة. القصة الثالثة، JK رولينج، من العوز والإحباط لواحدة من أغنى الكتاب في العالم. تخيلي نفسك كده مطرودة من شغلك، وأم وحيدة بتواجه الاكتئاب، وما عندكيش أي فلوس. ده كان وضع JK رولينج قبل ما تخلص كتابة سلسلة هاري بوتر. كانت بتكتب رواية في القهاوي عشان ما كانش عندها تدفئة في البيت. قدمتها لأكتر من 12 ناشر وكلهم رفضوها، لكنها برضو ما استسلمتش، وفي النهاية في ناشر صغير وافق يطبع 1000 نسخة منها. ومن هنا كانت بداية الأسطورة. النهاردة سلسلة هاري بوتر باعت أكتر من 500 مليون نسخة، وبقت واحدة من أنجح السلاسل في التاريخ. القصة الرابعة، كيفن سيستروم، من فكرة رفضها الجميع لإنستجرام. كيفن كان مجرد شاب عادي بيحب التصوير، وكان بيفكر في فكرة تطبيق لمشاركة الصور، لكنه تعرض لرفض رهيب من كل المستثمرين. كلهم كانوا شايفين إنه تطبيق ملوش لازمة، لكن رغم كده هو وصاحبه اشتغلوا عليه وأضافوا عليه كتير من الفلاتر. بعد 3 سنين باعوا التطبيق ده لفيسبوك بمليار دولار، والتطبيق ده زي ما قلنا هو انستجرام. قصة كمان من الصين، للفاشل اللي صنع إمبراطورية علي بابا. تخيل شخص اترفض في 30 وظيفة، حتى لما قدم في KFC كان متقدم معاه 23 واحد، اتقبلوا كلهم إلا هو. قدم لدراسة في جامعة في أمريكا واترفض 10 مرات، لكنه ما استسلمش وقدر يغير مصيره. الشخص ده هو جاك ما، صاحب موقع علي بابا، واللي في البداية كان مجرد فكرة عن سوق إلكتروني في الصين ومحدش كان مؤمن بيها، لكنه استمر في شغله بمنتهى الإصرار لحد ما بقى واحد من أغنى رجال الأعمال في العالم. والت ديزني اللي كلنا عارفينه، اللي أسس ديزني لاند، أكبر مدينة ترفيهية في العالم. تخيل كده إنه اترفض من أول وظيفة ليه لأنه مش مبدع كفاية. جرب بعدها يفتح شركة إنتاج رسوم متحركة وفشل، خسر فلوسه كلها تقريبا، وفشل تاني. كان بينام في مكتبه لأنه مش قادر يدفع إيجار بيته، لكنه مع كل ده كان مؤمن بحلمه. والنهاردة ديزني بقت إمبراطورية عالمية وبتحقق أرباح بالمليارات سنويا. أوبرا وينفري، من الفقر والرفض لأيقونة إعلامية عالمية. اتولدت أوبرا وينفري في عيلة فقيرة جدا، وعانت من ظروف قاسية، ومرت بتحديات صعبة جدا في طفولتها. ولما كبرت قررت تدخل عالم الإعلام، لكنها اتطردت من أول وظيفة ليها كمذيعة، واتقال لها أنتي مش هتنفعي في التلفزيون. لكنها بدل ما تنهار استمرت تعافر وتحاول، واشتغلت على تطوير نفسها لحد ما قدرت تبدأ برنامجها الشهير The Oprah Winfrey Show، اللي استمر لأكثر من 25 سنة. والنهاردة هي واحدة من أغنى الإعلاميات في العالم وملهمة لملايين الناس. إيلون ماسك، الطفل اللي كان بيتعرض للتنمر في المدرسة، وكان بيقضي أغلب وقته في القراية وتعلم البرمجة. في بداية حياته أسس شركة زيب2،
لكن شركائه استبعدوه منها، وبعدها أسس باي بال لكنه برضه اتطرد منها. عمل بعدها سبيس اكس واللي كانت على وشك الإفلاس، وفشلت 3 مرات في إطلاق الصواريخ لحد ما نجح كان محاولة رابعة في آخر لحظة. دلوقتي سبيس اكس من أقوى شركات الفضاء في العالم، وتعتبر مستقبل الرحلات للمريخ. إيلون ماسك كمان أسس تسلا، العلامة الأشهر في عالم السيارات الذكية. إيلون ماسك ببساطة هو الشخص اللي قالوا عليه مجنون لكنه غير العالم. مش كل القصص دي كانت لناس عاشت في دول تانية، في كمان قصص نجاح لناس شبهنا وزينا ويمكن كانوا عايشين في ظروف أصعب مننا بكتير. دكتور مجدي يعقوب الجراح المصري العالمي بدأ حياته في أسرة متوسطة، وكان دايما متفوق ومجتهد. لما كان طفل فقد عمه بسبب مرض في القلب، وده السبب اللي خلاه يحلم يكون جراح قلب. أهله رفضوا في البداية فكرة إنه يسافر ويشتغل برا مصر، وحتى بعد ما سافر واجه صعوبات كتيرة لكونه مصري وسط علماء أجانب في أوروبا. دكتور مجدي اشتغل ضعف ساعات العمل لأي طبيب عشان يقدر يثبت نفسه. النهارده مجدي يعقوب واحد من أعظم جراحي القلب في العالم، وأجرى آلاف العمليات الجراحية الناجحة، وأنشأ مركز أسوان للقلب اللي بينقذ حياة الأطفال كل يوم مجانا. قصة كمان لولد صغير عايش في ظروف صعبة في قرية ريفية، وكان بيحلم يكون لعيب كورة. الولد ده كان بيسافر 4 ساعات رايح و4 ساعات راجع يوميا عشان يتمرن في النادي. الولد ده كان محمد صلاح، اللي كان بيبدأ يومه من الفجر ويسافر من قريته للقاهرة عشان يتمرن في النادي. رحلة صعبة كان بيعملها كل يوم لكنه ما استسلمش. وفي الوقت اللي كان مفيش أسماء كبيرة للاعيبة مصريين في أوروبا، بدأ صلاح رحلته الاحترافية في أوروبا. بدأها ببازل مرورا بتشيلسي وروما لحد ما بقى نجم ليفربول وأفضل لاعب في أفريقيا أكتر من مرة. صلاح دلوقتي مش بس واحد من أفضل لاعبي العالم، لكنه مثال للإصرار والصبر، ولو كان استسلم في البداية بسبب التعب والمجهود كان زمانه مش أكتر من مجرد لاعب محلي. كل القصص دي بتأكد على حاجة واحدة بس، إن النجاح مش ضربة حظ. النجاح دايما هو حصيلة سعي وإصرار ومحاولات كتير وفشل بعد فشل، لكن بدون استسلام. اللي بيفرق الشخص اللي بيقدر ينجح عن غيره إنه مستسلمش، فضل يحاول ويتعلم ويعدل في أفكاره لحد ما وصل. اللي عايزه منك في النهاية إنك لو عندك حلم أو فكرة ما تستسلمش بعد أول محاولة، عافر وكمل زي كل أبطال القصص اللي احنا قلناها دي، وإن شاء الله هتوصل لحلمك. انت بقى ايه أكتر قصة عجبتك؟ ويا ترى في عندك حلم أو فكرة عايز توصل لها؟ ابقى قول لنا في الكومنتس، ويمكن تكون قصتك هي موضوعنا في يوم من الأيام، ونتقابل قريب إن شاء الله.